السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حلقة جديدة حكاية الكورة مع عمر. أسوان أول فريق يلعب بشرف في الدوري بيفوز على نادي الزمالك. أسوان فرقة كامل بيه موصلهاش، ما عندوش حد في أسوان. أول فرقة تلعب بشرف كسبت الزمالك. للأسف نتيجة النهارده على قد ما ساعدتني انها بينت لي مستوى الزمالك الحقيقي، على قد ما احزنني ان احنا لو في نص مستوانا وفي تحكيم عادل كان الاهلي اتصدر الدوري بفرق 9 نقاط بعد 9 جولات. بس هنقول ايه؟ ربنا ما بيرضاش بالظلم، اللي بيبنوه كله ظلم ربنا بيهده لهم تاني. اول هزيمه مع اول فريق يا فرق الدوري. شوفوا الفرق بين اللعب بشرف وبين التفويت. أسوان قدم مباراة عالمية حرفيا، مباراة في الشوط الأول تطلع 4-0، حجمها الأمين الغير أمين. فاولات لأسوان ما بتحسبش خالص، ولا فاول لأسوان. فاولات على الزمالك وحالات طرد وضربتين جزاء ولا هو شايف. 7 دقايق وقت بدل ضايع و3 دقايق في الشوط الاولاني، ادي 10 دقايق وال7 دقايق قفلوا ب10. لعب 13 دقيقة وقت بدل ضايع، عايز يلحقهم بأي شكل. بس ربنا ويمكرون ويمكر الله. جابوا اتوبيس، جابوا قطر ودهنوه من فلوس الشعب. قطر في محطة مصر عليه علم الزمالك، مدهون زمالك، فلوسنا، فلوس الشعب. هي كده باينه. لكن بفضل الله ربنا ما بيرضاش بالظلم. النهارده الزمالك ظهر انه فرقه فاضيه. اول فرقه تلعبوا بجد، تلعبوا كوره بشفافيه، مفيش تفويت، مفيش تربيطات، مفيش تهديدات. قدمت مباراه عالمية وقدرت تكسب الزمالك. احنا مش عايزين اكتر من تحكيم عادل، فرقة تلعب بشرف. اول فرقة في الدوري تلعب زي ما بنشوف الفرقة بتلعب قدام الاهلي. اللي شفناه النهارده من اسوان ده هو ده شكل الفرق قدام الاهلي. متخيلين بقى لو الفرقة دي بتلعب كده والاهلي كان في نص مستواه وتحكيمه عنده ضمير، كان الاهلي النهارده متصدر الدوري بفرق 9 نقاط بعد 9 جولات. ادي الزمالك اللي انتوا نافخين طالعين بيه السما. فرقه فاضيه حرفيا، مش عارفه تعمل ايه، مش عارفين يعملوا لها حاجه. مالهمش حد في اسوان. نسوا الفار يجيبوه معاهم في القطر وهو جاي. ضربتين جزاء لاسوان. يا عم امين يا غير امين. عموما انا بس اول ما الماتش خلص قلت اطلع كلمتين دول هدردش فيهم معاكم، وان شاء الله بقى هنا فيديو مطول بعد مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده. واتمنى من كل قلبي الاهلي يستغل الفرصه ويكسب بيراميدز بدأ قوي مشرف، ونحتل الصداره بفارق 3 نقاط، ولنا عوده بعد المباراه. هنتكلم مع بعضينا واشوفكم على خير بعد مباراه الاهلي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.